دشنت دبي في الموعد الرمزي 9/9/2009 أول خط للمترو الذي يراد منه أن يكون مرحلة جديدة في حركة التنمية الهائلة في دبي. تقرير الزميل معد الشماري يحمل المزيد من التفاصيل. المكان محطة مترو مول الإمارات في دبي، والزمان اليوم 9 من شهر أيلول سبتمبر عام 2009. حدث كبير تمثل بافتتاح أول مترو في منطقة الخليج بحضور مهيب كان على رأسه نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي قال إن إطلاق المترو يعد حدثا خاصا بالنسبة له، فهو مثل أول طائرة أقلعت لشركة طيران الإمارات، ومثل أول حاوية تم إنزالها في مرفأ راشد بدبي. ويؤمل من وراء هذا المشروع أن يقل عدد الأشخاص الذين يستخدمون السيارات، كما يؤمل أن تقل الازدحامات المرورية الناتجة عن ذلك، وتأمل السلطات أن يؤدي هذا المشروع إلى تقليل التلوث في البيئة، والأمل كذلك في وصل شبكة دبي يوما بشبكة الإمارة المجاورة أبو ظبي، إذ ستصبح شبكة مترو دبي عند إكمالها أطول شبكة من نوعها في العالم تسير من دون سائقين، وسيبلغ طولها أكثر من 70 كيلومترا. وتبقى المشاريع في دبي قائمة على الرغم مما قيل ويقال عن أزمات مالية واقتصادية ضربت اقتصادات العالم في كل مكان. وكنت سألت مفادتنا في موقع الحدث حيث افتتاح المترو زينب وزنة حول الأجواء الافتتاحية وأسرار هذا الحدث الكبير والمهم. نعم، أجواء مترو افتتاح مترو دبي طبعا كما تعلمون قد تم الافتتاح برعاية صاحب السمو نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد حاكم إمارة دبي، وبحضور عدد كبير من المهتمين والمشاركين في هذا الحدث، أبرزهم سعادة مطر محمد الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وأيضا بحضور عدنان أحمد الحمادي مدير إدارة تنفيذ القطارات، وعبد المحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي للاستراتيجية والحكومة، وعيسى عبد الرحمن الدوسري المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، وبيان يونس برهام مدير إدارة التسويق والاتصالات. وأيضا نشهد عددا كبيرا من الفضائيات والصحفيين المهتمين بهذا الحدث الأبرز والأهم في العالم كونه المترو الأكبر في العالم. زينب، كم من محطة تم افتتاحها اليوم وما هي هذه المحطات؟ تم افتتاح حوالي 10 محطات، وهي على التالي: محطة الراشدية رقم 3، المطار، سيتي سنتر، الرقة، الاتحاد، خالد بن الوليد، الجافلية، المركز المالي مول الإمارات، نخيل هاربور، ان تاور. وقد تم إنجاز هذا المشروع بفترة قياسية لم تتجاوز ال4 سنوات، حيث قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بهذا المشروع بوضع حجر الأساس له منذ العام 2006 في 21 مارس 2006. طيب زينب، ما هو توقيت عمل هذه المحطات التي تم افتتاحها اليوم سواء خلال أيام شهر رمضان المبارك أو فيما بعد شهر رمضان؟ نعم، مترو دبي سيبدأ بالعمل منذ اليوم بمواعيد ثابتة خلال شهر رمضان من السبت حتى الخميس من 6 صباحا حتى منتصف الليل. أما بعد شهر رمضان فسيعمل المترو من السبت حتى الخميس من 6 حتى 11 ليلا. وفي يوم الجمعة سيكون موعد تشغيل المترو سواء في رمضان أو بعد شهر رمضان من 2 ظهرا حتى منتصف الليل بزمن تقاطر بين القطارات 10 دقائق وبمعدل 6 قطارات في الساعة.